سقفة كده للكابتن محمود الخطيب يا رجالة. سقفة معايا للكابتن محمود الخطيب وهتعرف ليه بعدين. سقف الأول واكتب في الكومنتات الخطيب أسد، والخطيب عرى الإعلام المصري، والخطيب أرغم برشلونة على الخضوع لطلبات النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، والخطيب معرفش برشلونة يضحك عليه. سقف للخطيب واشكر الكابتن محمود الخطيب علشان هقول لك خبر ب1,000,000 جنيه، خبر ب1,000,000 دولار او ب1,500,000 مش ب1,000,000 جنيه. والخطيب عرى الاعلام المصري، الاعلام المصري اللي تداول خبر فشل صفقة انضمام حمزة عبد الكريم لبرشلونة، وبقاله 3-4 ايام بيقطع في الخطيب ومجلس ادارة النادي الاهلي وبيقولوا ان هم بيحرموا موهبة زي حمزة عبد الكريم من الانضمام لبرشلونة. واعلام الزمالك وصفحات الزمالك بتتريق اصلا على حمزة عبد الكريم وبيقولوا ده رايح برشلونة البلد وبرشلونة المحطة والهري ده كله. طب الاعلام فين دلوقتي؟ الخطيب خلص صفقة حمزة عبد الكريم لبرشلونة، وبرشلونة ولابورتا بيخضعوا لأوامر النادي الأهلي وبيخضعوا لأحكام الكابتن محمود الخطيب. والكابتن محمود الخطيب ما بيبيعش أبنائه ببلاش، مش احنا، مش عند الأهلي، الكلام ده مش عند النادي الأهلي. اعمل لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبصبح على كل اخواتي الأهلاوية اللي منوريني دايما. بتمنى منك دعم الفيديو بلايك وشير وكومنتات كتير دعما منك اخو راموس الاهلاوي. وتعال اسمع مني بقى المفيد في صفقة انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة رسميا. ومش انا اللي قايل الكلام ده الاذاعة الكتالونية بنفسها اعلنت نجاح مفاوضات برشلونة مع النادي الاهلي. وفابرينيو رومانو ده صحفي عالمي، اشهر صحفي خاص باخبار اللاعبين، قال لك ان برشلونة خضع لطلبات النادي الاهلي لاول مره. اول مره برشلونه رايح اكاديميه، رايح يعني نادي في افريقيا بيطلب منه لاعب وبيلاقي ان النادي ده بيتشرط عليه. اي نادي تاني بيتمنى ان لاعب من عنده يروح برشلونه ولو ببلاش، ولكن النادي الاهلي غير، وسياسه النادي الاهلي غير. والاسد الكابتن محمود الخطيب بيخضع برشلونة وكاتالونيا بأكملها لرغبات النادي الأهلي لمصلحة حمزة عبد الكريم. اسمع مني تفاصيل الخبر ولايك وشير وكومنتاتك الحلوة. اسمع يا عم. راديو كاتالونيا بيعلن الأهلي وافق، خد بالك من الخبر وسياقه، الأهلي وافق على إعارة لاعبه الشاب حمزة عبد الكريم لنادي برشلونة مقابل $1,000,000 مع وجود بند شراء أو بند الشراء مقابل $5,000,000 ونسبة إعادة البيع بنسبة 20%. واللاعب تم اختياره من إفريقيا بجانب أوكايو تراوري. مش مهم الموضوع ده. حمزة عبد الكريم سينضم لمعسكر برشلونة تحت قيادة هانز فليك بداية من الأسبوع القادم. الجماعة بتوع اعلام الزمالك والاعلام المضلل اللي حاول يداري فشل الزمالك وان خلاص النادي هيفلس تماما واللعيبة الاساسية بالاحتياطي محدش بيحضر التمرين في الزمالك بقالهم اسبوع، وبس بيتداولوا خبر ان الخطيب حرم موهبة زي حمزة عبد الكريم من ان هو يروح برشلونة، والنص التاني بيتريق اصلا على حمزة عبد الكريم وبيقول ده رايح برشلونة البلد. طب انت يا عم اللي كنت بتقلل من الكابتن محمود الخطيب وتقول ان هو حرم موهبة زي حمزة عبد الكريم انه ينتقل لبرشلونة وتعسف في طلباته، انت عارف عرض برشلونة كان ايه؟ عرض برشلونة كان عايز ياخد حمزة عبد الكريم ببلاش، ولو نفع هيبقى يشتريه ولو ما نفعش هيرجع. طيب يا عم تمام، لو نفع هيشتريه بكام؟ ب150,000 يورو. انت عبيط يا اسطى؟ ايه يا عم كاتالونيا؟ ايه يا عم لابورتا؟ انت هتشغل دماغك على الكابتن بيبو؟ ده الكابتن بيبو يسوق بلدك، الكابتن محمود الخطيب يسوق بلدك، هتشغل دماغك علينا؟ ده احنا استوينا،
ده احنا النادي الاهلي الاكثر شعبيه في العالم. فالكابتن محمود الخطيب طبعا حمزه عبد الكريم ما يفهمش في الامور دي. كابتن محمود الخطيب قال لحمزه اهدى انت واسكت وهتروح برشلونه بس بشروط النادي الاهلي. الخطيب طبعا رفض العرض لانه اصلا مش عرض، لانه بلغ مسؤولي برشلونه ده مش عرض، انت بتاخد موهبه عندي مش عايز تدفع فيها فلوس وتاخدها ببلاش، ولو نجحت وهتدفع فلوس هتدفع 150 الف يورو. ما تفكك يا اسطى، وانا مديك جيرالدو ولا ايه؟ ده انا مديك موهبه افريقيا حمزه عبد الكريم. فالكابتن محمود الخطيب طلب الرفع المقابل المادي وطلب 4 مليون يورو. برشلونه طبعا قال له ايه يا كابتن بيبو، ما بالراحه علينا يا كابتن بيبو، انت شايفني حسين لبيب؟ قال له لا، هو 4 مليون يورو. كلمه من هنا على كلمه من هنا، برشلونه يطلع اشاعات ان هو انهى التفاوض علشان يشعل حمزه عبد الكريم على النادي الاهلي، ويشكر حمزه عبد الكريم على ذكائه ان هو ما اخدش اي موقف وساب الامور لمختصيها. حاول برشلونه بالاعلام ان هو يرغم النادي الاهلي انه يوافق على العرض، لكن الكابتن محمود الخطيب صمم على رايه وقال انا عايز يا عم مش 4 مليون دولار، خليهم 2 مليون دولار. برشلونه قال له انا هديك مليون يورو. كابتن محمود الخطيب قال له تمام انا هاخد مليون يورو، بس دي صفقه مبدئيه تمن الاعاره او تمن المعايشه، واذا هتتعاقدوا مع حمزه عبد الكريم هيبقى مقابل 5 مليون يورو، كل ده مكتوب في العقد. ولو خدتوه ب5 مليون يورو وبعتوه بعد كده انا ليا اعاده نسبه البيع 20%. لابورتا فكر شويه كده قال له انا مش هعرف العب عليك يا كابتن بيبو، ده انت بيبو، ده انت مرقص بلدك كلها وافريقيا كلها، فخلاص يا عم بيبو ضمن الصفقه. فاذا من بعد ما كان برشلونه عارض 150 الف يورو، الكابتن محمود الخطيب اخد مليون يورو، ولو تمت الصفقه 5 مليون يورو ونسبه اعاده بيع 20%. وحمزه عبد الكريم هيطير على اسبانيا خلاص، على برشلونه، على اللاماسيا. الاعلام بقى يطلع يقول الكلام ده، يطلع يشيد بقوه شخصيه النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي، قوه الشخصيه، انا هاخد اللي انا عايزه عشان انا النادي الاهلي مفيش كبير عليا، لو برشلونه كبير فانا النادي الاهلي كبير برضه، فالمفاوضات تبقى سواسيه، مش عشان انت برشلونه هتخض بقى واكش واخاف خد يا عم ببلاش. لا يا حبيبي، هو ده النادي الاهلي وهو ده الكابتن محمود الخطيب، ذكر النادي الاهلي اللي اخضع برشلونه وكاتالونيا واللاماسيا باكملها لشروط النادي الاهلي. عايزك تعمل لايك وشير وكومنتات كتير عشان الفيديو يوصل لكل الناس، عشان الاعلام ما بيتكلمش على الحاجات اللي زي دي. سلام.